بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الرأي العام من العشائر والقبائل السورية في تل برك حول الهجمات التركية الأخيرة على الشمال السوري في ظل الظروف التي تشهدها مناطق الشمال السوري من اعتداءات العدوان التركي بشكل متكرر وتهديدات بشن حمل بري للاحتلال المزيد من الأراضي السورية رغم الاتفاقيات والتعهدات لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية روسية، إلا أن تركيا كما نلاحظ أنها غير متكرثة وغير مبالية بجميع تلك التعهدات وتسعى إلى نشر حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. لذلك نجدها تعمل على إنعاش خلايا داعش ودعمها للمجموعات التكفيرية التي جندتها في الشمال السوري لخدمتها. لذلك نجدها تقوم بقصف الشمال السوري. نحن وشيوخ وعشائر نعلم جيدا أن هذه التهديدات والاعتداءات التركية تستهدف أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. لذلك نعلن استنكارنا لهذه الأعمال العدوانية ليعلم العالم أجمع أننا أصحاب أرض مداعاة سلام، مناشدين المجتمع والتحالف الدولي باتخاذ مواقف واضحة وحاسمة وردع العدوان التركي لهجماته التي استهدفت أمن واستقرار المنطقة، تدمير بنيتها وقطع سبل العيش. من هذا المنبر نعلن استمرار وقوف ودعم المكون العشائري بجميع طوائفه جنبا إلى جنب مع أبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية التي دحرت أخطر تنظيم داعش الإرهابي في العالم، فهي قادرة على حماية أرضها وشعبها. كما نؤيد قرار قوات سوريا الديمقراطية بإيقاف عملياتها مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي للالتفات إلى تأمين أرضنا ووحدتنا من أي اعتداء أو عدوان تركي محتمل. الرحمة لشهدائنا وشفاء العاجل لجرحانا. نعم للمقاومة، نعم للحرية، عاش السورية لكل السوريين. وجاء شيوخ وعشائر تل برك وريفها.